هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. فيما يلي نقدم إليكم فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق الأول من يونيو، والبداية مع التعليق السياسي بعنوان إريتريا وإرهاصات التغيير، إعداد الأستاذ سمير محمد، تقديم الحسن إبراهيم. يليه برنامج إريتريا الثورة، إعداد وتقديم الأستاذ عبد الرحمن بخيت. ثم خبر على تحركات حركة كفاية في داخل إريتريا وتقديم أول شهيد لها بنيام برخت. متابعة طيبة نتمناها لكم. إريتريا وإرهاصات التغيير، بقلم الأستاذ سمير محمد، كاتب وناشط سياسي إريتريا. إريتريا تلك الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، والتي تشكل عمقا استراتيجيا مهما لتلك الدول المطلة على البحر الأحمر، مما لا يثير الشك أن حربها الدامية التي استغرقت أكثر من عقدين من الزمن مع إثيوبيا، والتي خلفت بعدها العديد من الخسائر في الأرواح والدمار بين البلدين، كان ذلك بسبب موقعها الاستراتيجي. منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا في العام 1993 وهي تقبع تحت حكم عسكري ديكتاتوري حكم البلاد بقبضة من حديد، وانتهك كل ما يعرف بحقوق الإنسان من اعتقال تعسفي، قمع الشعب، قيود مشددة لحرية التعبير، تجنيد إجباري إلى أجل غير معروف، سجن دون تهمة أو حكم، مما جعل المواطنين يفرون من البلد كل يوم بأعداد كبيرة. ولكن يبقى البعض مواجها تلك المحن وراضخا لها، وليس كل شخص يجد مهربا، وإلا لما بقي سوى أتباع السلطة الدكتاتورية. هل سيتغير النظام الحالي في المستقبل القريب؟ أي أن تكون إريتريا دولة ديمقراطية ويكون المواطنون مشاركون في أساس الدولة، ويكون نظام حكم الدولة يستمد سلطته من الشعب، على عكس ما هو عليه النظام الحالي الدكتاتوري الذي همش الشعب وجعله كالصفر على الشمال، فلا قيمة له حتى وإن زاد. والأعتى من ذلك تسبب في تشريد الشعب من بلده، حتى أصبح يظن البعض مستقبلا في ظل استمرار فرار المواطنين بهذا الكم الهائل ستكون إريتريا دولة الجنود التابعين للنظام لا للمواطنين الأحرار. وأصبح يخطر في بال الكثير عند ذكر اسم إريتريا شخص يرتدي الزي العسكري ويحمل السلاح، وحتى أصبحت مزحة يتناقلها الكثير من الناس. على سبيل المثال كما تم نقله عن رويترز: لماذا إريتريا شديدة الخضراء هكذا؟ قال: لقد خلقها الله جافة وصفراء. فرد عليه آخر قائلا: إنه الزي الخاص بالجيش. كما هو معلوم، الجيش والحكومات في أي بلد لا تقوم إلا لحماية شعبها وضمان الأمن والاستقرار وكل ما يصب في مصلحة البلاد. إلا في إريتريا ترى العكس، حيث يجبر أبناء الوطن للانضمام لهذا الجيش ولا يكون لهم حق الرفض أو إبداء الرأي. وتمضي السنين فترى من كانوا يجبرون على التجنيد هم من يقمعون شعوبهم وينتهكون حقوقهم. أصبحوا حماة لنظام الدكتاتورية، حيث أن العسكري الذي واجبه حماية المواطن أصبح يستغل منصبه لتحقيق أطماعه على حساب المواطن الضعيف. مع ذلك لا يكترث النظام بكل ذلك، بل يفتخر ويطبل لما قام به العسكر في تحرير إريتريا، وتناسى أفعاله تجاه شعبه بعد التحرير، وكأن ما حارب من أجله هو إقامة دولة عسكر بعد الحرب لا دولة مدنية. اعتاد الشعب على هذا النمط من الحياة، بل أصبح يتناقل الحديث عنها
بفكاهة، مما يبرهن استفحال الفساد في نظام الدولة. إنها منهجية هذا النظام في برمجة عقول أبنائه حتى يبرر لنفسه ويستمر في طغيانه. يظن النظام الإريتري بأن ما يمارسه هو الصحيح بل الأمثل لقيادة البلد، ولكن في المقابل ترى الجموع ينفرون من البلد كل يوم بعد الإدراك بأن ضياع أعمارهم فيما يسمى بالخدمة الوطنية ما هي إلا وسيلة لتنفيذ النظام أفعاله وضياع أبنائه بحجة أنهم يساهمون في نهضة بلدهم. ما فائدة استمرار النظام في ذلك وهو يخسر أهم ما قامت به الدولة والحروب من أجله؟ ألم يجعل هذا النظام في الحسبان أن الزمن قد تغير وانقلبت الأمور؟ إذا لم يعي ذلك ولم يجعله في الحسبان، هل عميت بصيرته بما حدث لدول لا تبعد عنه الكثير؟ بعد سقوط أنظمتهم الفاسدة وانتصار شعوبهم بعد مرور الزمن وإنطال دول مثل تونس وليبيا والجزائر، ولعل ما حدث في السودان الأقرب لحدوده، ولكن يستمر النظام في سياسة اللامبالاة وضرب جميع قوانين حقوق الإنسان عرض الحائط. ولا يخفى على أحد ما حدث لدول حكمها العسكر. لم يحكم العسكر دولة إلا وكان الانقلاب من أتباعه، لأن ما جاء بغير رضا الشعب سقط وإن طال الزمن. القيادة الأمثل في البلد لا تكون إلا بنظام مدني ديمقراطي يضمن حقوق الفرد. التغيير في إريتريا لم ولن يتم إلا باقتلاع النظام الفاسد من جذوره، بمعنى أن تكون الدولة مدنية وأن يعرف العسكر ما هي مهمتهم الأساسية، ألا وهي حماية الوطن والحدود لا حكم البلد واستعباد الشعب، وأن يحاسب مرتكبي الجرائم والفساد وتفكك شبكاتهم. هناك البعض من المغادرين لدولة إريتريا يطلبون للنظام الحالي، يطبلون للنظام الحالي ويفتخرون بإنجازاته على حسب قولهم، وإذا سألتهم لماذا فروا من البلد لا يستطيعون الإجابة، أو بالأحرى لا يمتلكونها، لأنه لا توجد أي إنجازات فعلية في مجال التنمية. ونجد هؤلاء الناس يظهرون للعيان وكأن عقليتهم تدار وتبرمج من قبل النظام الغاشم عن بعد، فيصبح الأبناء في حيرة أو شتات في نظرتهم للبلد وما يمر به. فكيف يرجى من الجيل القادم أن يعتمد عليه في قيادة البلد؟ ناهيك عن أنهم أصلا سوف يتمكنون من إحداث تغيير والإسهام في ذلك، وآخرون يقومون بتكوين أحزاب معارضة في الخارج، ولكن ما تلبث تلك المجموعة إلا وترى توجهاتها سلكت منحا آخر غير معلوم الملامح بسبب اختلافات بين أعضائها في الرأي، القبيلة، الثقافات، الديانات، أو أي سبب كان. وأيا كان الدافع فإن ذلك يمزق الوحدة بين الناس ويضعف عجلة التقدم نحو التغيير، ويخلق العديد من الانقسامات بين الناس، وفي نهاية المطاف كل فرد يسلك طريقه ويظن أن طريقه هو الصحيح. ولعل الأخطر من ذلك أنه أدى إلى تكوين مجموعة معزولة في المنتصف لا تعلم أي الطرق تسلك، فتصاب بالحيرة ولا مفر لهم من مشاعر الضياع، فلا معنى ولا هدف في حياتهم نحو التغيير. التغيير لن يحدث إلا بإرادة الشعب والاستيقاظ من الغفلة والمساهمة بأي شيء إيجابي من شأنه إحداث تغيير وإن صغر، والوقوف في صف واحد لنشر الوعي بين الناس وإدراك ما تمر به الدولة وإلى أي منحنى هوى بها نظام الديكتاتورية. عندها يمكن للشعب أن يعلن ثورته ويحذو حذو الأبطال الذين قدموا أرواحهم لتحرير البلد. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. برنامج إريتريا الثورة. هذا عبد الرحمن بقيت يحييكم عبر إذاعة صوت الوفاق الإريترية
إلى المرابطين الأحرار في داخل الوطن وخارجه، السلام عليكم ورحمة الله. نحن قوم إذا أحببنا عانقنا الأرض حبا، وإذا قضبنا أشعلنا الأرض نارا. في هذه الأيام نعيش ذكريات تلك الأيام الخالدة التي تمكن فيها الشعب الإريتري العظيم من تحقيق سيادته على أرضه وطرد المحتل من ترابه الوطني. ونحن بهذه المناسبة ننحني إجلالا وخشوعا أمام أرواح شهدائنا الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة شعلة هذا الفجر العتيد، واستشهدوا من أجل أن يحيا الوطن. ونرفع قلوبنا على أيدينا بالنور القادم من وهج الانتفاضة الشعبية القادمة، ومن ملحمة الصامدين الصابرين في المخيمات، ومن حملة لواء الحرية أطفالنا وشيوخنا وشبابنا ومعتقلينا وجميع المرابطين في داخل الوطن وخارجه. إننا اليوم وفي هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخنا المعاصر نعيش على أيدي الأحرار بدايات شرارة الثورة الشعبية التي طال انتظارها. وها هو شعبنا يقول لقوى البطش والجبروت بأننا سننازعكم الحرية بالدم والنار، سننتزعها ولو أشعلتم الأرض تحت أقدامنا. وهو شعبنا العظيم بكل فئاته يجدد العهد لشهداء الثورة بالدفاع عن الأهداف التي من أجلها قدموا أرواحهم فداء للوطن. إن الذين استمرأوا التقسيمات بين أبناء الشعب الواحد ليسوا من الثورة في شيء، ومن هنا لا بد من ترشيد خطابنا الثوري ووضعه بين يدي شبابنا وثوارنا، لأنه الأساس، ولأننا بحاجة إلى ركن شديد نستند عليه في تحديد هويتنا وفرز الأصدقاء والأعداء وإعادة روح الثورة التي كتبت أدبياتها بدماء شرفاء من أبناء هذا الشعب العظيم. إن جيل الثورة وجيل الغضب يخرج اليوم عن صمته ويرسم لنا ملامح شكل المقاومة وأدواتها في تحد صارخ أمام الأشرار والمعتدين، ويقول بأعلى صوته: لا للظلم، لا للقهر، نحن شعب نريد الحياة ولا بد للغيد أن ينكسر. أيها المرابطين الأحرار في داخل الوطن وخارجه، إن الثورة التي بدأتم بإشعالها لم تبدأ لتتوقف، وعليه كونوا كما كان السابقون من قبلكم صامدون على مبدأ المقاومة حتى النهاية التي يعلو فيها الحق على الباطل. أيها الثوار الأحرار، إن إريتريا هي للإريتريين وحدهم دون سواهم، دولة يتمتع فيها الجميع بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأقلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية غرارات الأقلبية، وعلى العدل الاجتماعي
والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث إريتريا الروحي والحضاري في التسامح والتعايش بين الأديان عبر القرون. إننا من هنا ندعو شعبنا العظيم بالتماسك ومواصلة مسيرته النضالية حتى بلوغ أهدافنا المشروعة. النصر حليف الشعب. مستمعينا الكرام، بهذا قد وصلنا إلى نهاية برنامج إريتريا الثورة. نستودعكم الله ونتمنى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. لن يستكين ولن يستسلم الوطن، تبثب الروح فيه وانتخى البدن. بنيان برخت أول شهيد لحملة كفاية في أسمرة. صوت أسمرة. أفاضت مصادر متطابقة إن قوات الأمن الإريترية أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين مؤيدين لحملة كفاية في حي عداق عربي مساء يوم 20 مايو، وتسببت في استشهاد الشاب بنيان برخت. وحسب المعلومات الواردة من أسمرة، فإن الأحداث بدأت عندما تجمع عدد من الشباب في إحدى الخيم التي نصبتها إدارة حي عداق عربي لاستضافة فعاليات عيد الاستقلال، ورددوا شعارات مناهضة للنظام ومؤيدة للحملة الشعبية التي انطلقت بالخارج تحت شعار كفاية، ووجدت صدى كبير في الداخل. وأكدت المصادر إن قوات الأمن المتواجدة بعين المكان حاولت صرف الشباب بالقوة، مما فجر الأحداث حيث رشقها الشباب بالحجارة، فيما أطلق أحد الجنود عير نارية تسببت في مقتل بنيان برخت ليكون أول شهيد للحملة. وحسب شهود عيان، فإن الأحداث قد وقعت في المنطقة الفاصلة بين حي عداق عربي وأربعة أسمرة بالقرب من كنيسة بعال أرقابهير. وفي حين تبقى هوية الجندي القاتل تظل مجهولة حتى الآن، فإن جنازة الشهيد قد تم تشييعها يوم 21 مايو بمقبرة حزحز بأعالي أسمرة في موكب جماهيري. وقد دعت أسرته جماهير أسمرة للمشاركة في مراسيم الجنازة عبر ملصق نشرته في شوارع المدينة، معتبرة إنه مات في حادث مأساوي دون تفاصيل إضافية. وقد عرفت صورة الشهيد العشريني بنيان برخت التي نشرت ضمن النعي الذي أعدته أسرته انتشارا واسعا في الأوساط الإريترية المعارضة في الخارج وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ليعتبر أيقونة للحملة الشعبية الكبرى التي تشهدها مناطق تواجد الإريتريين في الخارج. الجدير بالذكر إن حملة كفاية قد انطلقت في شهر فبراير الماضي بالخارج عبر مبادرات شخصية بالصوت والصورة تطالب برحيل النظام وبشعارات كفى ديكتاتورية، كفى حكم الفرد، نعم للديمقراطية. وقد وجدت الحملة رواجا كبيرا في كل الأوساط الإريترية في المنافي قبل أن يصل صداها في الداخل عبر منشورات يتم إلصاقها في الجدران في عدة مدن إريترية. وحسب إفادات مواقع إريترية معارضة، فإن أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام قد فشلت في السيطرة على انتشار الحملة في الداخل الإريتري، مما اضطرها إلى معاقبة المواطنين عبر إجراءات تمثلت في فرض إتاوات وغرامات مالية على كل مواطن يثبت إلصاق المنشور في جدران منزله، كما هو الحال في مدينة سني. فيما ذكرت مصادر أخرى إن الناشطين الشباب قد لجأوا إلى حيلة أخرى تتمثل في إلصاق المنشورات على الكلاب الضالة كوسيلة لإفلات المواطنين من العقاب التعسفي. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري.
رعيته كالغنم درا وطاعة، وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خدمت خدمت، وعليها أن تكون كالصقور لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله. على الرعية أن تعرف مقامها، هل خلقت خادمة لحاكمها تطيعه إن عدل أو جار، وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف، أم هي جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها؟ عبد الرحمن الكواكبي، مفكر عربي، ولد في مدينة حلب عام 1848. أشرف الصبي في سن مبكرة على تحرير القسم العربي والتركي بإحدى الجرائد المصرية. عمل في الصحافة، أنشأ جريدته الأولى الشهباء، وعندما أوقفها الوالي العثماني أنشأ الكواكبي جريدة اعتدال التي منعت هي الأخرى من الصدور. رأى الكواكبي الاستبداد في كل مكان، رأى الولاة والحكام يستخفون بالشعب ويضربونه بالنعال. إن الشعب عندهم لا فائدة منه سوى دفع الضرائب. إنهم يستعبدون الناس ويدوسون القانون ويخرقون العدالة، ويتجاهلون الحقوق ويستغلون الدين ويراقبون الصحف ويحجبون الحرية. اصطدم الكواكبي بهذا كله، وكان نتاج ذلك كتابه الفريد طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. شجاعة الكواكبي جعلت من الكتاب سيفا يطعن الاستبداد في مقتل ومشعلا ينير طريق الشعوب للحرية. وضع الكواكبي جملته الخالدة في تعريف الاستبداد: الاستبداد أصل لكل فساد. يكون الاستبداد عندما تكون الحكومة مطلقة العنان لا يقيدها قانون ولا إرادة أمة. والحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل فروعها، من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشارع، ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقا، لأن الأسافل لا يهمهم جلب محبة الناس، إنما غاية مناهم اكتساب ثقة المستبد فيهم بأنهم على شاكلته وأنصار لدولته، وبهذه يأمنهم ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه. ولكي يستمر الاستبداد لا يكفي أن يكون هناك حاكم مستبد أو حكومة مستبدة، بل لابد من وجود شعب يقبل هذا الاستبداد، لأن الاستبداد طريق واحد ذو اتجاهين. بحث الكواكبي في علاقة الاستبداد بالدين، وذكر أن الإسلام فرق بين أمرين: النظرة إلى الله والنظرة إلى الحاكم. إن الحاكم فرد يخطئ ويصيب، والالتزام بحكم الدين يعني أن يلتزم الحاكم بقول الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وفي باب آخر يذكر الكواكبي أن فرائص المستبد ترتعد خوفا من العلم، قائلا: إنه كلما تغلغل الجهل في أواصر المجتمع ازدادت قدرة الحاكم على الاستبداد، فالعلم مقاتل مقدام يخشاه المستبد، ويخشى من قدرته على إرشاد الرعية لمواطن الحقوق وسبيل الحصول عليها. إن المستبد سارق ومخادع، والعلماء منبهون ومحذرون، وللمستبد أعمال ومصالح لا يفسدها عليه إلا العلماء. ويؤثر الاستبداد في التربية والأخلاق فيفسدهما، ويضطر الناس إلى إباحة الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتذلل. كان قلم الكواكبي كالكاميرا، تصول وتجول في أنحاء الأمة الإسلامية، ترصد الاستبداد أينما كان، وتذكر أسبابه ونتائجه وكيفية القضاء عليه. لم يكن الكواكبي يتحدث عما يمكن أن يفعله الاستبداد بالناس، بل كان يتحدث عما يفعله بهم فعلا.
لم يتحمل السلطان العثماني قلم الكواكبي، وكما فضح الكواكبي استبداد السلطان جزءا أراد السلطان أن يؤلم جسد الكواكبي قطعة فاختار السم ليقتله به. في القاهرة عام 1902 فاضت روح الكواكبي إلى بارئها، وبقيت كلماته حتى اللحظة درسا للشعوب في مواجهة الاستبداد. أخبرني أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما هذا اللفظ وما تعني وأية شيء حرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية أم أشياء نستوردها أو مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العفوية. أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل فكرا وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، فنظرت لأن أحياني الله وكانت بالعمر بقية لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. وقصدت نوادي أمتنا أسألهم أين الحرية، فتواروا عن بصري هلعا وكأن قنابل ذرية ستنفجر فوق رؤوسهم وتبيد جميع البشرية. وأتى رجل يسعى وجلا وحكى همسا وبسرية: لا تسأل عن هذا أبدا، أحرف كلماتك شوكية، هذا ركس، هذا شرك في دين دعاة الوطنية. ارحل فتراب مدينتنا يحوي آذانا مخفية تسمع ما لا يحكى أبدا وترى قصصا بوليسية، ويكون المجرم حضرتكم والخائن حامي الشرعية، ويرفق حولك تدبير لإطاحة نظم ثورية وبأشياء لا تعرفها وخيانات للقومية، وتساق إلى ساحات الموت عميلا للصهيونية. واختتم النصح بقولته وبلهجته التحذيرية: لم أركم ما كنا نذكر حرية، هل تفهم؟ عندي أطفال كفراخ الطير البرية. وذهبت إلى شيخ الإفتاء لأسأله ما الحرية، فتنحنح يصلح جبته وأدار أداة مخفية وتأمل في نظارته ورماني بلحاظ نارية، واعتدل بجلسته الشيخ وهذا باللغة الغجرية: اسمع يا ولدي معناها وافهم أشكال الحرية. ما يمنح مولانا يوما بقرارات جمهورية، أو تأتي مكرمة عليا في خطب العرش الملكية، والسير بضوء فتوانا والأحكام القانونية ليست حقا، ليست ملكا، فأصول الأمر عبودية، وكلامك فيه مغالطة وبه رائحة كفرية. يبدو لي أنك موتور لا تفهم معنى الشرعية. واحذر من أن تؤمل عقلا بالأفكار الشيطانية، واسمع إذ يلقي مولانا خطبا كبرى تاريخية هي نور الدرب ومنهجه، وهي الأهداف الشعبية. ما عرف الباطل في القول أو في فعل أو في نظرية. من خالف مولانا. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.